الزمالك يتعاقد مع المرحوم دييجو أرماندو مارادونا. أنا واحد من الناس مشجع كورة بيحب يتفرج على ماتشات كل يوم، في أي توقف حتى لو كان توقف دولي لمدة أسبوع أو اتنين بكون متعكنن فيه، عايزه يخلص بسرعة والماتشات ترجع تاني. فما بالك بقى بفترة التوقف الكبيرة اللي بتبقى بين الموسمين، واللي طبعا بيبقى فيها سوق الانتقالات وما يتبع ذلك من إشاعات وأخبار مضروبة وحصريا وخدها مني وخدها منك وخدها في سرك وكل الحاجات اللي ممكن تاخدها. ولو كان سوق الانتقالات في كل حتة في العالم في 50% أخبار مضروبة، فالأكيد إن سوق الانتقالات في مصر 90% منه أخبار مضروبة. فأنا طبعا عارف لو وجهت رسالة للناس اللي بتنزل أخبار مضروبة كل يوم محدش هيسمعني. فالصراحة أنا عامل الفيديو دوت علشان أشكر 3 صحفيين أنا بحس إن أنا مطمئن لأي خبر هم بيقولوه بخصوص سوق انتقالات نادي الزمالك، وبنصح اي زملكاوي عايز دماغه تبقى ماشيه صح وما يسلمهاش لاي حد ان هو يتابعهم هما ال3. وهنا انا بتكلم عن رامي يوسف وصفحته الجديده زمالك ارشرز، ومحمد بنا، وعمرو جاب الله. واكيد في ناس تانية بس يمكن انا مش متابعهم كويس.